السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هنعمل مع بعض دلوقتي ايه؟ هنعمل مع بعض البرغل باللحمه المفرومه. تمام. فاول حاجه عملناها بصلتين كبار كده حلوين، وضربتهم في الكبه ومعاهم فصين توم وحطيتهم على النار. تحطي بقى بالماده الدهنيه اللي انت عايزاها، تحطي زيت، تحطي سمنه، زبده، زي ما انت عايزه. تمام. بس كده. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه تاني. لازم نشوحهم كده لغايه ما تدبل البصله. معلش انا ماسكه الموبايل بالايد بقلب الايد التانية. بس وقطعنا فلفل اخضر عادي رومي حطينا. على فكره ده اكله حلوه قوي للي بيعمل رجيم يا جماعه. عايز يعمل رجيم ممكن بقى يحط مثلا حته زبده صغيره، يحط زيت ذره، زيت زيتون، زي ما هو عايز. تمام. أكلة من الأكلات الحلوة، يعني تغيير. بنحاول إيه نفكر زي ما بيقولوا بره الصندوق شوية، لأن والمرضى السكر برضه بتبقى حلوة قوي الحاجات دي، يبطلوا رز شوية. دول قرنين فلفل رومي قطعناهم، غسلناهم وقطعناهم وحطيناهم مع البصلة بعد ما البصلة دبلت شوية. تمام. ماشي، هرجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، حطينا اللحمه المفرومه. ماشي. ونقلب بقى كل ده مع بعض. ماشي. بس هنحط توابل بقى مش كتير، هنحط ملح، فلفل، كمون لو عايزه كده يعني، بابريكا لو عايزه، توم باودر، بصل باودر، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. كل واحده تشوف ايه هي بتحب، ايه التوابل اللي بتحبها وتحطها. ماشي. ايوه يا حبايبي، حطينا بهارات اهو، ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، كاري. الملح القرفه والجنزبيل بيقولك اساسي لازم عشان تديها طعم حلو، عشان اللحمه مفرومه. انا كحيل. ماشي ماشي. تمام. نقلب بقى. خلاص. ايوه يا حبايبي، دلوقتي بقى ايه، بعد ما اللحمه كده يعني خدت لها غلوتين حلوين كده، حطينا البرغل اهو، وايه، ونحط الملح بقى بس كده، ونقلب كله مع بعض ونسيبه بقى ايه يستوي. هو ما بيستحملش بصراحه، وده برغل خشن، برغل خشن. هتحطي ميه؟ هتحطي ميه مغليه ولا ايه؟ ماشي. هنحط له شويه ميه مغليه، يعني كوبايه او كوبايه ونص كده يعني. ماشي. بس هيستوي بسرعه لان هو ما بيستحملش البرغل. تمام. يعني هرجع لكم بعد ما يستوي. ايوه يا حبايبي، احنا هنعمل جنب البرغل، احنا عملنا دلوقتي خلاص البرغل باللحمه المفرومه والبصل وشفتوه واحنا بنعمله. دلوقتي هعمل ايه؟ هنعمل برده كبده زي كبده اسكندراني كده، بس احنا مقطعين البصل ازاي حلقات. ماشي. مقطعين البصل حلقات. خلاص. وبتتعمل بالزيت طبعا. ماشي كده. خلاص دبل البصل، نروح حاطين بقى ايه الكبده. هنحط فلفل كمان. ماشي. هنحط فلفل رومي. هي الكبده الاسكندراني فعلا لازم بصل وفلفل رومي، ولو عايزه في الاخر كده خالص ممكن تحطي قطعتين 3 كده، بس من غير الميه بتاعتها. وطرق جديده بقى للكبده الاسكندراني. فلفل يبقى باين كده.
اما يتبالوا شويه هرجع لكم. ايوه يا حبايبي، احنا دلوقتي حطينا ايه؟ حطينا الكبده ماشي، وملح وفلفل وقرفه بسيط وجنزبيل بسيط. تمام، وهنقلب بقى. ايوه يا حبايبي، خلاص اهو خلصنا الاكل. ادي البرغل باللحمه المفرومه، طبعا ده طبق بصراحه خطير جدا، وبالبصل والثوم وفلفل. بتعمليه للي بيعمل دايت او مرضى السكر ياكلوه، لانه حلو جدا مفيد جدا وملوش دعوه خالص، اصلا ما بيعليش السكر في الدم. تمام، برغل باللحمه المفرومه والبصل والثوم وفلفل، فلفل رومي بقى، فلفل حامي انت بتحبي زي ما انت عايزه. تمام، فالطبق ده خطير جدا مهما كلتي منه ولا اي حاجه خالص. تمام، ودي الكبده، كبده برضو بالبصل والثوم والفلفل. وحطينا معلقتين خل كده في الاخر قبل ما نقفل عليها، وعملت طبق مكرونه كده جنبيه. تمام، وطبق سلطه ومخلل بقى، وفي عندي بابا غنوج بره في التلاجة لسه هطلعه كده يعني. تمام، يلا بالهنا والشفا اللي ياكل. تعالوا اتغدوا معانا، يلا متنسوش اللايك يا حبايبي. يلا سلام عليكم.